في هاد الأيام الرجاء الرياضي كيدوز واحد المرحلة الحساسة والمليئة بالتطورات، مرحلة اللي فيها أخبار متلاحقة، قرارات مصيرية وتحركات كبيرة سواء في الميركاتو أو على المستوى المالي والتقني. جماهير الرجاء ولات كتفيق وتنعس على جديد الفريق الأخضر، حيث كل نهار كاين مستجد كيزيد يشعل النقاش وسط الرجاويين بين تفاؤل، تخوف وانتظار لما هو قادم. من بين أبرز الملفات اللي شد الاهتمام دابا كاين مستقبل الظهير الأيسر يوسف بالعمري اللي ولا قريب بزاف من مغادرة الرجاء وخوض تجربة احترافية جديدة مع الأهلي المصري. المفاوضات بين الناديين وصلت لمراحل متقدمة، واللاعب حسم تقريبا جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الشخصي ديالو مع الفريق المصري، وباقي غير الاتفاق النهائي بين الإدارتين. الرجاء من جهته حاول يجدد العقد ديال بالعمري ويحافظ عليه، ورفض في وقت سابق فكرة التفريط فيه، لكن العرض القوي ديال الأهلي خلى الأمور ترجع لطاولة النقاش من جديد، خصوصا بعد ما اللاعب عطى الموافقة النهائية على الانتقال بعد ما كان متردد في البداية. النقطة الوحيدة اللي مازال معطلة الإعلان الرسمي هي نسبة إعادة البيع مستقبلا، حيث الرجاء باغي يضمن 20% بينما الأهلي واقف عند 10%، وهو خلاف بسيط في الشكل لكن مهم في المضمون، لأنه كيعكس حرص الرجاء على حماية مصالحه المالية. وإذا تحسم هذه النقطة فالمسألة غير مسألة وقت قبل ما يتعلن رسميا على انتقال بالعمري ويطوي صفحة مهمة مع النصور ويفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية. وبموازاة مع هذا الملف كيبان باللي المدرب ديفيد فادلو بدا يرسم ملامح الرجاء ديال المرحلة الجاية، خصوصا على مستوى التركيبة البشرية. المدرب الجنوب إفريقي أعطى موقف واضح بخصوص بعض الأسماء اللي ما دخلاتش في حساباته، وطلب من الإدارة الاستغناء على الثنائي الأجنبي بابي عثمان ساكو وفيكتور أبريكو بعد ما اقتنع بشكل نهائي أنهم ما غاديش يعطيوا الإضافة المنتظرة. القرار ديالو كيدخل في إطار رغبته في فتح المجال للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد أكثر انسجاما مع أسلوبه ومتطلبات الفريق، غير أن التحدي الكبير اللي قدام الإدارة هو كيفاش تنفصل على هاد اللاعبين بدون ما تدخل الرجاء في مشاكل قانونية أو نزاعات قد تكون مكلفة في المستقبل، خصوصا في ظل الوضعية المالية اللي كيعرفها النادي. وفي وسط هذه التحركات كاين خبر زوين كيعكس الجانب الإيجابي في الرجاء ويتعلق بتألق اللاعب الشرايبي اللي بدا كيحصد ثمار العمل ديالو واجتهاده مع الفريق الأخضر. الشرايبي خريج أكاديمية محمد السادس، فرض راسه بهدوء ولات قيمته التسويقية ترتفع حسب أرقام وإحصائيات المنصات المتخصصة بعد ما وصلت ل 300 ألف أورو. اللاعب اللي داز من تجارب مختلفة بين الرجاء ماتس الفرنسي وشاتورو، بالإضافة لتجربته مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، بين عليه أنه كيمشي في طريق صحيح. التحاقه بالرجاء الصيف اللي فات جاء بعد اقتناع الطاقم التقني بإمكانياته التقنية والبدنية، واليوم كيبان باللي الاختيار كان موفق، وهذا الشيء كيأكد أن الاستثمار في الشباب ممكن يعطي نتائج إيجابية إذا توفر التأطير والثقة. ومن جانب آخر الرجاء مازال كيقلب على تعزيز الصفوف ديالو خلال الميركاتو الشتوي، وهذه المرة الأنظار متجهة نحو جنوب إفريقيا. المدرب فادلو ما مخبيش اهتمامه بلاعبين من هناك، ولكن وضع شروط واضحة قبل أي تعاقد، أهمها الرغبة الحقيقية في اللاعب داخل البطولة المغربية والقدرة على التأقلم السريع مع الأجواء. فادلو شدد على أن الإمكانيات التقنية بوحدها ما كتكفيش، وأن الجانب النفسي والشخصية ديال اللاعب كتلعب دور كبير في النجاح أو الفشل. ووسط هذه المعطيات طلع اسمه نابولي سالينغ، لاعب أورلاندو بايرتس الملقب برونالدينيو إفريقيا، واللي كيبقى واحد من الأسماء المثيرة للاهتمام داخل القلعة الخضراء، خصوصا أن فادلو كيعرفه مزيان من خلال تجربته الطويلة في الدوري الجنوبي إفريقي، وهو الشيء اللي ممكن يسهل عملية اندماجه إذا تمت الصفقة. وماشي غير على المستوى التقني اللي كيتحرك فيها الرجاء، بل حتى في الجانب المالي كاين واحد التطور المهم بعد ما نجح النادي في إبرام شراكة جديدة مع شركة أورانج. هذه الاتفاقية غادي تعطي نفس جديد لموارد الرجاء، خصوصا على المستوى الرقمي والإشهاري، بحيث غادي يكون حضور قوي للمستشير عبر المنصات الرسمية للنادي ومواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتابعوها ملايين من الرجاويين داخل وخارج المغرب. الشراكة مع شركة بحجم أورانج كتعتبر قيمة مضافة حقيقية، سواء من حيث الصورة أو من حيث الإمكانيات اللي ممكن تفتح آفاق جديدة للنادي في مجال التسويق والابتكار الرقمي. وفي الختام يمكن نقول بالرجاء الرياضي واقف دابا على مفترق طرق بين تغييرات في التشكيلة، مفاوضات انتقالات، تألق أسماء شابة، ومحاولات لتقوية الاستقرار المالي. المرحلة الجاية غادي تكون حاسمة في مسار الفريق، وكل قرار غادي تاخذ دابا غادي يكون عنده تأثير مباشر على مستقبل الرجاء القريب. الجماهير الرجاوية رغم القلق والانتظار باقية كتحلم برجاء قوي مستقر وقادر يرجع لمنصة التتويج، والأيام القادمة كفيلة تجاوب على بزاف ديال الأسئلة المطروحة.